الفيلم ده بيعرفك قد ايه ان المالتيفيرس مهم، وانه لو اتوظف صح هيعمل فيلم عظيم، وهو ده اللي حصل في فيلم ديدبول اند وولفرين. ومارفل تاني بترجع بفيلم جامد، لا هي فعلا بترجع بفيلم جامد قوي. وطبعا عارفين نهايه ديدبول في فيلم ديدبول الجزء الثاني، وكمان عارفين ان وولفرين مات في فيلم لوجان. هنا بقى بيديك الحل، المالتيفيرس وعظمه المالتيفيرس. والفيلم ده بيتكلم ان ديدبول بيحاول ينقذ العالم او بيحاول ينقذ عيلته، وبيحاول يبقى بطل بجد بس بيفشل، وبطريقه معينه بيتعاون مع وولفرين. وعوده وولفرين وديدبول عوده خرافيه جدا بالنسبه لي، والكيمستري بينهم كانت عظيمه، وان هم اصحاب كمان في الحقيقه، فده زود من الكيمستري اللي بينهم في الفيلم. والفيلم ده يعتبر من احلى الافلام اللي انا شفتها من افلام ديدبول، وبالنسبه لي ده احلى فيلم من سلسله ديدبول، لان الفيلم ده يصنف من افلام ديدبول مش من افلام مارفل. هو يعني من عالم مارفل بس لا، مش بقى كابتن امريكا وكل الكلام ده، لا الفيلم اكتر يصنف من افلام ديدبول. والفيلم ده بصراحه يستاهل انك تشوفه مره واثنين ثلاثه، فلو انت لسه ما شفتوش لازم تروح تشوفه. ديدبول هو ديدبول في الفيلم ده كسر الحاجز الرابع، اللي بالنسبه لي واحد من احلى الحاجات في العالم ده، وكمان السف هو والدمويه والاكشن هي. وولفرين دراميا كمان كان حلو جدا، ما يقلش عظمه عن ديدبول، برضه واحد من احلى اداءاته كانت في الفيلم ده. هيو جاكمان عموما تحس لا ان هو فاق كده في الفيلم ده، فعلا عمل دور حلو جدا. Want to talk about what's haunting you, or should we wait for a third act flashback? Go fuck yourself. وبالنسبه لمشاهد الاكشن والدمويه كانت موجوده كتير في الفيلم ده، وكانت مرضيه جدا بالنسبه لي. التصميم والتصوير والمونتاج وقطعات المونتاج كل ده كان ناجح جدا انه يطلع الاكشن بطريقه مبهره جدا بالنسبه لي. بالنسبه للشرير او الفيلن ما كنتش مهتم قوي بصراحه، الهيرو بالنسبه لي هو الاكشن والكوميديا والكيمستري بينهم اللي كانت موجوده في الفيلم ده. وبرده ما تتوقعش من الفيلم ده انه هيبقى مرتبط بكابتن امريكا وايرون مان وعالم مارفل ده، لا هو هيبقى مرتبط اكتر بافلام ديدبول القديمه. الفيلم نجح جدا انه يقدم لك كل حاجه هو عايز يقدمها لك. الكوميديا ما فيهاش غلطه، وكوميديا ديدبول اللي احنا عارفينها والسف اللي احنا عارفينه، والكوميديا البلس طبعا 18 اللي كلنا متعودين عليها في الفيلمين اللي فاتوا موجودين وبزياده كمان. ويا ريت تكون شايف افلام مارفل القديمه، ويستحسن او لازم تشوف طبعا الفيلمين اللي فاتوا بتوع ديدبول، وفيلم طبعا لوجان لولفرين او لهيو جاكمان، لان عظمه الفيلم ده بتتقدم من خلال الكوميديا، والكوميديا دي ناتجه عن اصلا التريقه على شخصيات واعمال مارفل اللي فاتت. وعجبني طبعا ذكر عالم اكس مين في الفيلم ده، تحس ان هو بصراحه بيكرموهم في الفيلم ده. وبرده يستحسن انك تشوف مسلسل لوك عشان بس تفهم المنظمه وده حصل ازاي ودول مين، يبقى عندك نظره بس عشان لما تشوف حاجه تبقى فاهمها مش اكتر. وده طبعا هيزود متعتك من مشاهده الفيلم ده، كل فيلم انت شفته هيريليت معاك بمشهد كوميدي او حاجه كوميديه في الفيلم ده. Let's fucking go. Let's fucking go. العيوب في الفيلم ده ما كانتش كتير بصراحه، بس ممكن نقول مثلا الكريد السي ما كانش مبهر قوي بالنسبه لي، النهايه عموما ما كانتش مرضيه بالنسبه لي، بلاش النهايه، القصه اصلا ما كانتش يعني كانت عاديه بالنسبه لي، مش احسن قصه في العالم ولا احسن قصه. احنا عارفين مثلا افلام مارفل بتلاقي الطيب والشرير والقصه ما بينهم الفيلم كله بيبقى عباره عن كده، بس الفيلم ده كان فيه الكلام ده، كان فيه شرير وطيب وكل حاجه، بس لا ما كانتش مرضيه بالنسبه لي، القصه تحس انها كانت متكروته كده. وبرده بالنسبه لضيوف الشرف عشان ما احرقلكش اي حاجه، لان ضيوف الشرف بالنسبه لي من احلى الحاجات في الفيلم، وده من اكتر الافلام اللي استغلت ضيوف الشرف احسن استغلال بصراحه. فيلم ديدبول اند وولفرين واحد من احلى الافلام اللي انا شفتها السنه دي في 2024، ومحدش يجي يقول لي احلى افلام 24 احلى فيلم سوبر هيرو شفته السنه دي، يعتبر فيلم سوبر هيرو لوحده، لان الناس بتيجي تقول لي مثلا هو ولا دون الجزء الثاني، هو ولا انترستيلر، هو ولا معرفش ايه، لا هو احلى فيلم سوبر هيرو انا شفته السنه دي، سوبر هيرو للفئه بتاعته، فيلم اكشن كوميدي لذيذ لازم تتفرج عليه. لو شفت الفيلم ده قول لي رايك في الكومنتات، ولو انت لسه ما شفتوش مستني ايه؟ لازم تشوفه. وبس كده، لو عايز تتابعني على حساباتي الشخصيه على فيسبوك وتويتر وانستجرام هتلاقي كل اللينكات تحت الديسكربشن، وقول لي في الكومنتات ايه احلى فيلم ديدبول عجبك، الاول ولا الثاني ولا الثالث. وبس كده، سلام.